السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا بكم في أول فيديو من سلسلة نود جي اس اكسبريس. السلسلة دي هتاخدك من أول الصفر لحد تبني باك إند حقيقي خطوة بخطوة. بس قبل أي حاجة، نود جي اس في كتاب جافا سكريبت، فلو جافا سكريبت لسه مش تمام معاك روح أكد عليها الأول وبعد تعالى. تمام؟ يلا نبدأ. جافا سكريبت عملت الأول عشان نشتغل جوه المتصفح بس، فالمتصفح عنده محرك اسمه V8، ده اللي بياخد جافا سكريبت ويشغلها. نود جي اس بقى عملت ايه؟ خدت نفس المحرك اللي هو V8، طلعته من المتصفح وحطيته على السيرفر. يعني انت بقى تقدر تشغل سيرفر، تتعامل مع ملفات وقواعد بيانات بشكل آمن من غير ما تستخدم أي لغة تانية غير جافا سكريبت. طب نود بيشتغل ازاي من جوه؟ الكود بيتم تنفيذه سطر بسطر من فوق لتحت، فأول ما يعدي على أي فانكشن بيحطها في حاجة اسمها كول ستاك. تخيلها كوم الصحون، كل فانكشن بتستدعيها بتحط فوق الكومة، وأول ما تخلص بتتشال. طب تخيل انت عندك عملية بتاخد وقت زي قراءة قاعدة البيانات، دلوقتي الكود هيستنى عشانها؟ لأ، هيديها النود ويكمل. ولما عملية قراءة البيانات دهيت تخلص بتنادي الكول باك فانكشن. الكول باك فانكشن ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن فانكشن معينة تديها العملية اللي بتاخد وقت، ولما العملية اللي بتاخد وقت ديت تخلص بتنادي الكول باك فانكشن دهيت. بس خلي بالك ان الكول باك فانكشن مش بتتعامل كفانكشن عادية، يعني هي مش بتتحط في الكول ستاك اللي هي كوم الصحون، لا هي بتتحط في حاجه اسمها كيو اللي هي غرفه الانتظار. فلما كومة الصعود دي تخلص اللي هي كول ستاك، الكول باك فانكشن اللي كانت في كيو اللي هي غرفه الانتظار بتروح للكول ستاك. طب واحد ممكن يسأل، هي النود بيعرف ازاي ان الكول ستاك فاضي؟ ده بيعرفها من حاجه اسمها الايفنت لوب. الايفنت لوب كل شويه بتشيك هي الكول ستاك فاضي ولا لا. لو هي فاضيه وفي حاجه في الكيو بتحط الحاجات اللي في الكيو في كول ستاك. خليك معايا هنا. مثلا اول حاجه بنعملها ان احنا بنعمل لوج للبيفور، بعد بنعمل لوج للكونتنت، بعد بنعمل لوج لكلمه افتر. فاحنا لو جينا نشغل الكود دهوت المفروض مثلا نظريا ان هي تطلع بيفور وبعدها كونتنت وبعدها افتر، بس لا، حتى بيفور بعدها افتر وبعدها الكونتنت، عشان الكونتنت جاي من عمليه بتاخد وقت. وبعد ما العمليه تخلص بتنادي الكول باك فانكشن بتاعتها اللي احنا زي ما قلنا بتتحط في الكيو اللي بتستنى لغايه ما الكول ستاك يخلص، وبعدها بتتحط في الكول ستاك. دلوقتي ممكن واحد يسأل، مش ديت نفس الجافا سكريبت العادية؟ الإجابة هتكون الجافا سكريبت العادية بتعمل نفس الكلام ده، بس الفرق إن الجافا سكريبت العادية إن البراوزر هو اللي بينادي ويب اي ايز عشان تتعامل مع الاسync والاويت فانكشنز. نود ما عندهاش ويب اي ايز، لا هي بتستخدم لايبراري اسمها ليبو مكتوبة باستخدام سي. دلوقتي انت محتاج تعرف حاجة، احنا أغلبية الوقت لما نيجي نكتب نود يعني مش هنستخدمه لوحده، لا هنستخدمه على لايبراري اكسبريس. بس قبل ما ندخل على اكسبريس خلينا نعمل سيرفر بنود مباشر عشان نفهم المشكلة. النود عندها موديولز مبنية فيها، فأمثلة كموديولز هي عبارة عن موديول بيخليك تقرأ الملفات من السيستم نفسه، أو ال HTTP موديول اللي احنا هنستخدمه دلوقتي. مش عاوز تركز مع الكود قوي، بس تركز في الفكرة نفسها. احنا أول حاجة بنعملها اللي احنا بنعمل create server. جوه السيرفر ده احنا عاوزين نرجع مسج جواها hello world. بعدها بنشغل السيرفر على بورت 3000. بس لما تيجي تضيف راوتس شوف الكود بقى عامل ازاي، if else و if else، والبادي بتعمل له بارس كل مرة بشكل يدوي. عشان كده احنا عندنا اكسبريس نفس القدرة بس بكود انضف بكتير. في الفيديو اللي جاي هنبدأ اكسبريس، هنشوف ازاي بيحول الكود الفضولي دوت لحاجة نظيفة ومنظمة اكتر. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.